تعالي بقى نتكلم عن دفعات كورس إدارة الحضانات. انتي أكيد شفتي قصص مليانة نجاح، وأكيد شفتي ستات قصصها يعني بجد فيها كده كفاح، فيها معافرة، فيها ست بجد بتحلم وبتعافر كل يوم عشان تحقق الحلم ده. فاحكي لنا كده شوية قصص نستفيد منها. بس الكومن دايما الخوف والتوتر والقلق. فدايما مش حد كده تعالوا لي بقى عشان انا كنت مكانكم من 10 سنين. وحته ان مفيش فلوس. انا معيش فلوس. وسبحان الله هم بس بياخدوا الخطوه، يبتدوا ياخدوا الكورس ويبتدوا اقول لهم بس ما ابتدوا حضروا كل حاجه، لما المكان يجي والفلوس تيجي تبقى الدنيا مظبوطه، يعني مفيش مشكله. وبيحصل يعني من اجمل القصص انا بحبها، لقيت واحده بتقول، انا فاكره كان في ميتنج بيني وبينها على الزوم، بتقول لي انا مش عارفه ومعيش فلوس بس عايزه افتح، بس بيع ربنا اسعي وخلاص. لقيتها بتكلمني بعديها بشهر، قالت لي انا هفتح حضانه، انا رحت اشتغل في حضانه اداره، وصاحبه المكان قالت لي تشاركيني بالاداره، قالت لي انا خلاص هفتح معاها.